خلاص يا جماعة، انتوا لو جبتولي مليون طريقة وطريقة بعد الطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي عمركم ما هتعملوا غيرها بعد كده. اللحمة المكعبات اخدتها وقطعتها عصافيري بالشكل ده، وشوحتها على النار، اديتها صدمة كده لحد ما غيرت لونها. بايركس بقى، وهحط فيه زي اللي باين عندكم بصلتين وفلفل وطماطم، عندك خضار تاني حطي، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود ودعكتهم كده، وقطعتهم مكعبات كبيرة بالشكل ده، شلتهم على جنب. هنا بقى السر كله، 3 معالق كبار او معلقتين كبار من الزبادي، وعليهم معلقة كبيرة من العسل، صويا صوص وباربيكيو صوص وتشيلي صوص، ملح وفلفل اسود تاني بس هتبقى بنسب قليلة قوي، وربع كوباية من زيت الزيتون، ومعلقة من الصلصة. وايه تاني البهارات بقى اللي معانا؟ زعتر بري وبهارات لحمة، وكمان ال7 بهارات. قلبي كله بقى مع بعض، وجيبي البايركس بتاعك، ودي اللحمة بعد ما اتشوحت واخدت صدمة، حطيناها على الخضار وقلبناها، نزلنا بالصوص الرهيب، دخلت الفرن على درجة حرارة 200، وقلبتها بالشكل ده قبل ما ادخلها، وقفلتها بالورق الفويل، ودخلت على درجة حرارة 200 لمدة ساعة إلا ربع. طبعا ما خدتش وقت لأن اللحمة متقطعة عصافيري صغنن. وعملت جنبيها رز بالشعرية، وممكن تعملي جنبيها مكرونة اللي يريحك. بصوا الشكل رهيب. عايزة أقول لكم الطعم ملوش حل. بصوا اللحمة دايبة متفرفتة. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، انا التتبيله دي جربتها على الفراخ وطلعت ملهاش حل، خطيره وتحفه. جربوا الوصفه، وهنتظر ردكم وتعليقكم في الكومنتات. عايزه اقول لكم ان انا خلصت الطبق كله وانا بصور. انتظروني في فيديو جديد. باي باي.